إليك 5 من بين الأمور التي يفكر فيها تلاميذ البكالوريا بعد النتائج. أولا، الراحة ثم الراحة. يظن التلميذ، ولا أقصد جميع التلاميذ، بأنه سيرتاح بعد البكالوريا، لكنه سيواجه في الحياة ما سيجعله يتمنى العودة للبكالوريا. ثانيا، سن الشباب، وأقصد أنه مباشرة بعد نجاحه في امتحانات البكالوريا يعتبر نفسه شابا كبيرا في السن، وأن تلاميذ البكالوريا والجهوي لا زالوا مراهقين طائشين، مع العلم لا فرق كبير بينهم في السن. قبل أن نكمل، لا تنسى الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات واللايك ومتابعتي في حسابي على الفيسبوك وإنستغرام. ثالثا، الكلية. يعتبر بعض تلاميذ البكالوريا على أن الكلية مثل الفندق 5 نجوم، حيث أنه لا يوجد ملف الغياب، وأن الدراسة ستكون سهلة، إلا أن بعد التسجيل في الكلية يصدم بواقع آخر. رابعا، الشاطئ. يعتبر السفر من أهم الأمور التي يفكر فيها التلميذ بعد النتائج، وخاصة السفر إلى المدن الساحلية لكي يستمتع بالسباحة في بحارها الجميلة. خامسا وأخيرا، الشوق. وأقصد أن التلميذ سيشتاق إلى أيام المدرسة، وخاصة إلى زملائه المقربين وأجواء المدرسة والرحلات المدرسية والأنشطة والعديد من الذكريات الخالدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله وحفظه.